أرخص حاجة دلوقتي مش الرز ولا الفاصوليا، أرخص حاجة الموبايل، التليفون اللي معاك اللي انت شايله في جيبك ده. وأرخص حاجة مش عشان سعره إطلاقا، أرخص حاجة عشان بقى موجود في جيب كل واحد، كبير أو صغير، فقير أو حتى غني. لو مش لاقي ياكل بتلاقي في جيبه التليفون اللي هو الموبايل ده. لحد هنا والموضوع تمام، محدش قالك ما تشيلش تليفون، بس أدام شلناه بقينا مجبرين إزاي نستخدمه، لأن ضرره ممكن يقع عليك سواء بقصد أو بغير. تخيل تبقى ماشي في الشارع وقعت وقعة وحشة أو بتعيط في لحظة ضعف، وبدل ما تلاقي إيد بتتمدلك تساعدك، تلاقي 10 موبايلات مرفوعة في وشك، الكل عايز يلحق يصور عشان يلحق الترند. انت بتصور فيديو مدته 15 ثانية عشان تلم شوية قلوب وفولورز، بس فكرت الفيديو ده ممكن يعمل ايه في الشخص اللي انت صورته؟ انت عايز تكسب ريتش وهو بيتكسر جواه كرامة. المشكلة اننا ما بقيناش عندنا فلتر، اي حاجة غريبة، اي حد غلبان، اي خناقة، صور يا جدع وارفع على تيك توك. وبقينا بنحكم الناس بفيديو متصور من زاوية واحدة ومن غير ما نعرف الحقيقة فين حتى. انا مش ضد التصوير اطلاقا، لكن عايز نخلي الموضوع ده في اضيق الحدود. لو حاجة هتضرك مثلا، او لو هتضر اي شخص او اي كائن حي، صور، ما بقولكش ما تصورش عشان ياخد جزاؤه. بس لو هتصور حد ظلما لمجرد ان انت عايز تطلع ترند، يبقى ده ظلم وافتراء، وتمنه هيبقى كبير عند ربنا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كلمة ترند دي بكرة هتتنسى وهيطلع غيرها مليون ترند، بس الوجع اللي سبته للي انت صورته مش هيتمسح بكلمة آسف، ولا حتى بمسح الفيديو بعد ما يكون شافه الملايين. واوعى تبتز حد بصورة ولا فيديو ممكن يكون صدر عنه بالخطأ في لحظة ضعف وربنا ستر وتاب عليه. تيجي انت يقع في ايدك الفيديو بعد سنتين 3 تفضحه وتخلي سيرته على كل لسان. ربك قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. جزاءك هتاخده في الدنيا والآخرة. قبل ما تدوس على زرار التسجيل اسأل نفسك سؤال واحد بس: لو ده أبويا، أو لو دي أختي، أو لو دي أمي، أو لو ده أنا، كنت هقبل حد يصورني ويفرج عليا الناس؟ الترند مش أهم من الإنسانية، واللايك مش أغلى من الستر. خلوا موبايلاتكم توثق لحظاتكم الحلوة مش فضايح غيركم. وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، عشان كل واحد فينا ليه سقطة، احنا بشر. وقتها هتلاقي 1000 موبايل متوجه عليك بيصور، وربما تلاقي مليون مشاركة للفيديو بتاعك. وصلت؟